رجعنا تاني لاستوديو الليله من بلدي، والنهارده يعني الحوار انا مستمتع بيه. انا مستمتع بس قبل ما نسمع بس اشرف محمد معلش، هو سعد كان ليه اقتراح سعد يحيى سعد انا بس كان ليا نقطه مهمه جدا في التعليم. اتفضل. لازم اعاده هيكله في التعليم المصري منذ الكي جي 1 حتى الكليه لحد ما يقعد. لازم اعاده هيكله كامله جدا، واتمنى ان يكون هذه الهيكله هو الدكتور احمد زويل. مع الدكتور احمد زويل الشخصيه مسلمه ما شاء الله. وعايز اقول حاجه، ان الدكتور التنميه البشريه خلاص ما عادش وقت المجموع بتاع الطالب هو اللي يحدد الكليه، هو عاوز ايه. دي نقطه مهمه جدا. هو نقطه مهمه جدا. والدكتور التنميه البشريه دكتور حضرتك ما عادش النقطه اللي انا عايز اقف عليها تحديدا. ما عادش طب ما في مجموع عالي، يعني مثلا في مجموع طب ومش عاوز يدخل طب. ما انا بتكلم في النقطه دي بقى، مش حابب طب. ما انا بتكلم في النقطه دي. لا انا اصل دي مرتبطه بحاجات يعني هي ممكن تكون سابقه شويه ساعات. ازاي؟ لان يعني الناس دلوقتي بتفكر انها تعمل عداله في الاجور، ما يبقاش مثلا خريج تجاره يبقى ادنى من مش عارف من خريج. فبعد كده الناس ثقافتها هي يعني هتتغير بشكل طبيعي. يعني مش هيبقى عشان هو دكتور يقبض قد كده. غير كده وكده ان هيبقى في مثلا في حاجات هتنزل رعايه صحيه موحده مثلا. مش هتلاقي بعد كده مثلا دكتور فاتح عياده او الدكتور شغله داخل مستشفى، فكده خلاص هيقبض زي اللي واخد بكالوريوس تجاره. فدي لوحدها هتخلي الناس تبتدي تفكر صح. لكن انا رايي بقى قبل الاستاذ اشرف ما يعرض اراءه ان موضوع التعليم ده اول حاجه، ولو انتوا شباب بقى كل واحد بسرعه. اول حاجه ان احنا نشوف اي واحد رايح درس خصوصي نمسكه ونقول له ما ترشد ونقفل السنترز احس ان انت عارف لما بيقولوا نجفف منابع الارهاب اهو دي منبع منابع التعليم بايظ. ان انا اي حد بياخد دور يبلغه عني، يعني انت عارف يبقى في اي حاجه بحيث ما يبقاش في كده. بقى المدرس قدامه لازم هيروح المدرسه، هيروح فين يعني؟ ما قداموش غير المدرسه. استاذ اشرف بقى تعالى. اتفضل يا باشا. اولا انا سعيد قوي بالحلقه دي لسبب، لان الشباب قالوا اقتراحات، الشباب اتكلم. ما عادش الشاب اشوفه النهارده بيلعن والحكايه ومش عارف اشتغل والدنيا والفوضى كلام اي كلام يعني. لا وبيقولوا كلام حلو قوي، الاستاذ سعد والاستاذ محمد والدكتور عمرو. بس انا بقى عايز اقول لهم حاجه صغيره خالص. احنا مين اللي بنتكلم تاني عشان تفهموني صح؟ احنا او محمد وعمرو وسعد اتكلموا بصفاتهم تنفيذيين، بصفاتهم تشريعيين، وعايز يحط قانون بصفاته برضه راجل ايه سلطه قضائيه. في حاجه مهمه جدا، انا عايز اقول الكلام ده منين ويوصل لفين. انا ما بتكلمش تنميه بشريه يعني انا بتكلم ايه بسلوك عادي خالص. يعني مش عايز ادخل اي حاجه فيها تنميه بشريه دلوقتي لان في اعتراضات. ولو ان الاستاذ سعد الكلام اللي قاله انا اقترحت من زمان بحته مهمه قوي. فاحنا عايزين نعيد هيكله التعليم. يعني وماله لما يكون الطفل في كي جي 1 وكي جي 2 بياخد مثلا برزنتيشن ازاي يقدم نفسه حتى لو يقول اسمه وسنه، ازاي نعمل للولاد عصف ذهني ناخد منهم احلى الافكار، ازاي نعمل محاكاه، ازاي نبني فريق العمل. اساسنا احنا مصر شعب غير قوي في الطبقات معينه انه يشتغل كفريق عمل. كل واحد بيقول اشمعنى، كلمه اشمعنى دي احطها من فريق العمل. تمام. اذا انا عايز اقول حاجه دلوقتي، لازم يتعمل لنا بوتقه ونقعد مع بعض كشباب مصري متميز. مين اللي يعملها ما اعرفش، مش تخصصي. ونسمع ونشوف ونفند الاقتراحات، اقتراح تشريعي، اقتراح قضائي، اقتراح تنفيذي، اقتراح زراعي، اصلاحي سياسي، ايا كان. احنا كده بنبدا نعمل دوله المؤسسات من الصفر. بس انا عندي بعض الاقتراحات برضو البسيطه اللي بقولها مش عارف بوجهها لمين، لان انا مش عايزها تذهب اضرار الرياح. والاستاذ اشرف وعدنا ان هو هيدينا السي دي اي بتاعت الحلقه وهننشرها. عايزين يا استاذ سعد خلي بالك اقتراحات الشباب في اللي اتقال كله النهارده، اقتراحات الشباب على الفيس. طيب انا شايف بعد اذنك يا استاذ محمد واستاذ اشرف واذن الشباب في اقتراحات قصيره الاجل تخدم المرحله اللي احنا فيها، وفي اقتراحات طويله الاجل.
اول اقتراح عندي او اول حاجه عندي لازم اركز فيها دلوقتي، في فرق بين دلوقتي وفي فرق بين طويله الاجل. تربه مصر الزراعيه، كل اللي بنى من يوم 25 يناير لحد النهارده يتزال بالقوه الجبريه ويتحمل مصروفات الازاله. هو الفريق احمد شفيق قال كده واحد. يعني غير مصروفات واحد. مصروفات الازاله ان هو يعيدها ارض زراعيه مره ثانيه. تمام، ويعيدها ارض زراعيه مره ثانيه. اتمنى ذلك. ده حصل فعلا؟ ايوه قلت لك. جميل جميل جميل. 2 لا اعتصامات علشان الدوله تشتغل، وعشان انا اعرف تاجر صاحبي يقول لي يعني طول ما الاعتصامات شغاله انا مش عارف ابعت عربيه الصعيد، انا بوقف حال الناس، انا مش عارف ادي مرتبات. لازم الناس اللي بتعمل الاعتصامات دي تحس بكده. المظاهرات كفايه بقى، نشتغل بقى، نقيم نفسنا بقى، نقف شويه ونشوف سلبياتنا وايجابياتنا. طيب عايز تعمل اعتصام هفتح لك الاستاد، عايز تعمل اعتصام قصر الثقافه ومسرح البلديه روح واقعد فيه، وهيجي لك المسؤول يناقشك من غير ما تعطل حركه الشارع ولا تعمل ايه حاجات بالزبط. يعني لا معلش ده مظهر مش حضاري، مش على طول احنا هنعتصم، احنا ما صدقنا بقى ما ينفعش، احنا وصلنا لهدف عالي جدا، اهدافنا ما كانتش ما كناش نحلم بيها الحمد لله حققناها. قمه الجبل، قمه الجبل وصلنا لها. نقعد بقى يا اما هننزل كده، وللاسف انت مش هتنزل لوحدك، هتنزل بالعربيه اللي معاك اللي فيها الشعب. لا ده النزول بقى اسرع، ده مشكله. النزول بقى اسرع. لازم الناس تقعد شويه. وبعدين انا بقول الناس اللي على الفيسبوك بتهاجم هو الاغنيه ماشي، بيهاجم مش عارف فلان ماشي، انتوا احنا ليه بنهاجم بعض؟ ليه بنتهم بعض ان احنا متآمرين؟ ليه بنتهم بعض اصله ماسوني اصله مش عارف؟ انت عارف يعني ايه الماسونيه اصلا؟ يعني انت اللي بتتهم وائل او ايا كان الشخص، انت عارف يعني ايه الكلام ده؟ النهارده شايف توزيع الكعكه، يلا يا جماعه صفحه البلديه رئيسا لمصر استفتاء. في ايه؟ مين اللي بيعمل الاستفتاء ده؟ صفحه عمرو موسى في ايه؟ صفحه احمد زويل في ايه؟ صفحه تعيين وائل الابراشي وزير الاعلام. عايزين هو احنا هدفنا مش عارفين نتعامل معاه؟ احنا بنقسم الكعكه بدري كده، هي مش كعكه اولا، هي مصلحه شعب، ما ينفعش نجزأها. طيب كمان حاجه يا شباب 25 لو سمحتم ما تقعدوش في القنوات الفضائيه تتكلمهم، انزلوا لنا في المحافظات، عايزين نتناقش معاكم وعايزين نعمل خطط فعاله ومفعله بالفعل. طيب انا يعني في حاجه عايز اقولها عشان تبقى مصدر الهام لكل المحافظات. يا جماعه احنا علينا بالمركزيه طويله، كل حاجه انا عايز معلش مصلحه بنزل القاهره عشان اعملها، عايزين لا مركزيه شويه. وايه المانع لو عملنا نصب تذكاري للشهداء في قلب كل محافظه؟ ده روح للثوره. انا عايز النصب اللي انتوا عملتوه في التحرير او هتعملوه في التحرير ده انا عايزه في ميدان الساعه عندي في طنطا، وعايزه في ميدان كذا في الزقازيق. لا او يضاف للنصب التذكاري الخاص بشهداء 73. جميل. يبقى الاحتفال في 6 اكتوبر وفي 25 انا عايز في كل محافظه ننزل نبص على ده، نفرح ونقول لاولادنا دول شهدائنا بدمهم، احنا عايشين صح ده. زي ما المحافظات تضامنت معاهم برضه في الثورات وفي بالظبط يا فندم. حاجه كمان بعد اذنك، انا عايز دلوقتي توأمه لكل الجمعيات الخيريه يعملوا مسح شامل في مؤسسه واحده. انا بقول ايه؟ مش عايز كلامنا يروح حضر. يبقى انت قلت مقترحات جميله جدا، عمرو، سعد، استاذ محمد، استاذ اشرف. طب المقترحات دي تفعل ازاي؟ عايزين نلم كل المؤسسات الخيريه في بوتقه واحده وتشتغل. كل رجال التنميه البشريه والسيدات ايضا في بوتقه واحده يشتغلوا تحت هدف واحد، ما احنا هنثقف الشعب الترادي. كل منظمات حقوق الانسان المجتمع المدني تحت هدف واحد. لازم كلنا دلوقتي نندمج ونعمل تكتلات عشان نقدر نثقف الشعب باهداف واحده. انا ما اجيش اقول كلام وغيري يقول كلام وغيري يقول كلام. وعجبتني قوي يا مستر محمد نقطه لما انت قلت لو انا نزلت اليابان وسالت على موضوع معين في اليابان 70-80% هيردوا نفس الاجابه. طب تعال هنا في مصر بقى، ده انت هتلاقي 80 مليون اجابه. بدعه. ماشي. الاساتذه اللي انا بحترمهم جدا، الاستاذ مصطفى حسني، الاستاذ معتز مسعود، معز الاستاذ عمرو خالد، الناس دي مش عايزينهم كل واحد يشتغل لوحده. اللي هم لهم تاثير على الشباب، تاثير ديني. دول اللي غيروا الخطاب الديني، دول اللي فهموني يعني ايه الدين المعامله. انا لهم فضل عليا وعلينا كلنا من ناحيه ايه؟ فهمونا يعني ايه الدين المعامله.
الوسطيه لازم تبقى موجوده دلوقتي. اسقاط الدين على الواقع، ما ينفعش النهارده الخطاب الديني يبقى مختلف، لا لازم يكون يناسب الواقع. ماشي الحال؟ فالناس دي مش عايز حد يشتغل لوحده، انا مش عايز حد يشتغل لوحده، انا عايز لما اشتغل كمدرب تنميه بشريه يكون معايا كل الناس. انا عايز استاذ كصحفي يشتغل معاه كل الصحفيين، ونتفق على حاجه واحده، نقعد مع بعض كل فئه بدل ما نختلف ونعمل اعتصام، نقعد نتفق ايه اللي ممكن نقدمه لبلدنا في المرحله دي. استنى شويه على الاجور، الحوار الحضاري اللي حضرتك قلته، بعتنا للناس وافقوا على طلبين بالنسبه للقناه بتاعتكم، طب ناجل الباقي، اوكي مفيش مشاكل. طيب كمان حاجه معلش عشان ناخد الثقه بقى، الشعب يبقى واثق بجد، عقاب جميع المفسدين سريعا وفتح كل ملفات. مش هنكتفي بواحد او اثنين او ثلاثه او اربعه اللي هم الرموز، لا كل المفسدين، كل المفسدين. وده اللي بيتم بالفعل يا استاذ. لا يا فندم، يعني القاعده زي ما قال عمرو او محمد مش فاكر، لسه القاعده فيها فساد لسه. وانا يعني اقول لحضرتك ايه، يعني انا شايف انا في فساد كتير قصاد عيني في كذا جهه انا شايفها، بس حول مين؟ حكومه تصريف الاعمال مش معلش، يعني النائب العام انا عايز بقى يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني نيابات الشرق الاوسط كلها يمكن ما تكفيش. ماشي الحال؟ طيب احنا قلنا خطط بسيطه كده او مقترحات بسيطه للايام دي، للست شهور دول، للثلاث شهور دول، للفتره دي على المدى البعيد بقى. على المدى البعيد بقى يا جماعه، تجربه ماليزيا ومهاتير محمد تجربه رائده في 15 سنه حول بلده من فقر الى نمر. بايه؟ بالتعليم والصحه. قال لهم ميزانيه بلدي انا مش هصرف ميزانيه البلد غير في حاجتين، التعليم والصحه طبعا عشان الناس ما تموتش، بس قصده التعليم. عمل طفره بالتعليم، ببناء فريق العمل، بالعمل المجتمعي الجماعي. انا بحيي فكره محمد، ومحمد بيحيي فكره اشرف، واشرف بيحيي فكره سعد، وسعد بيحيي فكره عمرو. انما الكلام ده وصل، الكلام ده بنقوله ايه؟ احنا فرق، احنا افراد. لو تجمعنا في بوتقه واحده ايا كانت البوتقه، مش مهم مين القائد، مش مهم مين الزعيم، المهم ان احنا كلنا بنقول لما سعد ينطق باسمنا، لما محمد، لما عمرو، لما اشرف، لما محمد، احنا متفقين ضمنيا بيني وبين نفسي ان هو بيعبر عني، فانا هبقى قاعد سعيد، مش مهم مين. يعني انت شايف يعني كلنا شخص واحد توصل بقى المجتمع المدني المستقبل له. اكيد. التعليم انا عايز خبراء التعليم ربنا يبارك فيهم، هم كتير في مصر، يحطوا خطة زي ما اتفقنا، خطة قابلة للتعديل غير قابلة للهدم، تصلح لمن بعدهم، مش خطة تناسب شخصيتي في الوزارة. واحد. اتنين، ومش مفيش مانع ان احنا نستعين بخبراء اجانب، مفيش مانع ان احنا نستعين بالماليزيين اللي قاموا بالفكرة، مفيش اي مانع، ده لا ينقص مننا شيئا، لا خالص، بالعكس هنستجيب ونمشي او نسير من حيث انتهى الاخرون. نمرة اتنين، الصحة. هو ينفع ان انا اروح مستشفى الجامعة او انا معدي واحد يقول لي والنبي يا الله يخليك 10 جنيه بس، 10 جنيه ليه؟ حاضر عينيا، بس في ايه؟ ده انا عايز اجيب حقن، اصلا مفيش حقن في المستشفى. هو ايه؟ احنا عملنا الصحة مجانيا كده وانطه، زي ما عملنا لازم يعاد حساب السياسات دي وتعديل مسارها، وعملنا التعليم مجاني وانطه. طب انا عندي بنتي بديها دروس 6000 جنيه في السنه، ليه؟ فين المجانيه؟ انا موافق ان الحكومه تاخد مني 3000 جنيه في السنه وتخلي المدرسه نموذجيه، ومقابل ان انا هدفع محدود الدخل ما يدفعش حاجه خالص. والله العظيم مدرسينا ما هيتجهوا دروس خصوصيه، اصل انا مش حابب دروس خصوصيه اجري على السبب والنتيجه، لا لازم اجري على حاجه من الاثنين. النتيجه حافل السناتر هيشتغلوا في البيوت، حافل مش عارف ايه، لا طب اجيب من المنبع بقى ايه سبب. انا بسمي حته الدروس الخصوصيه دي ده تسرب من التعليم. وانت حضرتك لما تروح مدرسه، بنتي في اعداديه، هي مدرسه موازيه، لما اروح لبنتي يا فندم الاقي ان مفيش ولا فصل بيحضر ثالثه اعدادي. ايه ده؟ ولا فصل ثالثه ثانوي. يعني ايه يا جماعه؟ يقول لك والله ده بيجي 10 بنحطهم كده، اللي عايز يحضر يحضر. يعني ايه؟ التعليم بقى في المنازل وبقى في ال في ال في ال في ال في ال في ال في, ال في, ال في المراكز السناتر. يعني طب ما نعلنها بقى، نقول لك خلاص يا جماعه ما تجوش المدرسه تهوى الامتحان. لازم يعاد الامر في هيكله الاجور للناس دي، ولازم المواطن يدفع. المجانيه دي عهدها انتهى،
المجانيه دي هناخد طبقات محدودة الدخل ودول معترف بيهم. استاذ اشرف يعني طبعا للاسف الوقت يعني دخلنا دايما الوقت بيقتلنا، لكن انا عايز اقول حاجه لينا والرجال اللي معانا، واتمنى ان كان يبقى فيه عنصر برضو نسائي كده برضو نعرف هم بيفكروا ازاي. لكن انا عايز بعد كده في بلدي ان انا لما ادفع فاتوره اخد قدامها خدمه، او ادفع فلوس تكون مقابل خدمه. ده يمكن انا بجمل شيء من اللي قاله الاستاذ اشرف، ان انا ما دمت انا بعلم وبروح ادفع فلوس، هتقول لي مثلا 20 جنيه، هتقول لي بعد كده 2000 جنيه انا هدفعهم، بس ايه ابني او بنتي يتعلم. بالظبط. يعني هي العمليه مش عمليه مكان او شكل المكان وبعد كده مفيش المضمون بتاعه. يعني هو المحتوى شكله حلو او الحاجه شكلها حلو، لكن ما عنديش الكهرباء نفس الحكايه، التليفونات نفس الحكايه، الميه نفس الحكايه. لا لو يعني هو طبعا احنا بقالنا فتره كده مش عارف، مش لاقيين حد بيجيب فواتير البيوت. كويس. لا شيء مزعج يعني، ما ممكن هتتكون على فكره، انتوا مالكوش دعوه انتوا بالحاجات دي. محمد كانت معلقه ما اتجوزتوش يعني بس يعني في 10 ثواني بالظبط قبل ما نختم. انا عارف ان الوقت بيجري، الوقت جري خلاص. انا بس كان في رساله لازم اوصلها، 3 نقط مهمين جدا. كابتن رضا عبد العال مدير فن الفريق الكره اللي كنا طنطا النهارده، كان اما عرف كابتن رضا عبد العال قال لي بس في 3 حاجه لازم اقولها. بيقول هو ما احلى في الثوره هو رحيل محمد حسام مدرب حراس المرمى في التحكيم عشان الظبط. في النقطه الثانيه عايز اقول ايه، انا ضد الاعتصامات الموجوده عشان حركه تسيير العمل. اخر نقطه نشد بيها الاستاذ محمد العمري رئيس قناه 6، ان في قسم مخصص عن موقع عندي الالكتروني اللي هو جريده الغربيه تي في الالكترونيه خاص بالقناه 6 وسط الدلتا. ارجو من الاستاذ محمد العمري والاستاذ محمد قصب ان يكون في تفاعل جامد بكل البرامج، واحنا لدينا القدره الالكترونيه ان احنا نغطي جميع البرامج. وعندنا الاستاذ سيد شحاته كمان اللي هو يعني مشرف على البرامج الرياضيه، انا خليك تبقى تقعد معاه ان شاء الله. لكن انا سعيد كل السعاده للاستاذ اشرف وعمرو ومحمد وسعد، طبعا اشرف زميلي وصديقي. لكن طبعا احنا مش هنقدر طبعا نجمل كل حاجه في حلقه، لا الساعتين دول. لكن يعني ايه، احنا بنفتح قلبنا لبعض، ودي يا جماعه في الاخر ايه، بلد بالظبط. انا معجب قوي اللوجو ده على فكره جميل قوي. بلدي ده تصميم الاستاذ هاني حسني البروديوسر ما شاء الله. ده الاستاذ هاني متعدد المواهب. لا عاجبني والله، ببص لها فعلا. هي اللوجو ده يثبت معانا ماشيه معانا ومع القناه قوي ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بنشكر الاستاذ اشرف نمير المدرب والمحاضر والخبير في علوم التنميه البشريه والمجالات التطويريه والاداريه والتدريبيه، وشبابنا طبعا الجميل طبعا بنشكر عمرو البارودي ومحمد الشريف مودي، لسه عرفت المودي دي، وسعد عزام. بشكركم جميعا. في النهايه طبعا مشاهدينا على حسن المتابعه، احنا عايزين نكمل برضو الحوار الجميل ده بعد الحلقه بقى. لا معاكم النهارده، نكمله في حلقه بس على الهوا وهنكمل. نكمله في حلقه ثانيه، وبالتاكيد هيبقى عندنا افكار ثانيه، ونفسي يبقى في عنصر نسائي المره الجايه ان شاء الله. يعني احنا في مجموعه صغيره كده عاملينها مجموعه فور يو، بس يا رب بس ايه ما يكونش على الفات دي فركشت الدنيا، لان كل واحد بيخاف على اولاده ومعاه. في شباب صغير وفي بنات، ان شاء الله المره الجايه هيبقى في لا اولياء امورهم يجوا معاهم مش مشكله. لا ده جميل. يبقى مش هيتشاركوا، هينتظروهم خلاص على وعد ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله رب العالمين. شكرا يا جماعه، شكرا. طبعا اعزائي المشاهدين بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. بنشكركم وعلى وعد بلقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله. بين الطريق والله شفنا وشفنا، ومصر لو تبقى هي هدفنا، هنتفق مهما كان اختلافنا عشان عيون بلدنا. آن الأوان مصر يرجع زمانها، تعالى وتعالى وتاخد مكانها. آن الأوان مصر يرجع زمانها، تعالى وتعالى وتاخد مكانها. والغالي والله يرخص عشانها. البلد بلدنا بلدنا
بلدنا